تخيل تصحى من النوم تكتشف انك مطالب تدفع 100,000 جنيه. مش قرض، مش قضية، ده بس علشان متخلف عن التجنيد. القانون اتغير وفي ناس كانت هتدفع 5000 جنيه. بقت فجأة داخلة من 20,000 لحد 100,000 جنيه. السؤال هنا بقى، هل انت منهم ولا لسه قدامك فرصة تعدي؟ النهاردة جاي اقول لك كل حاجة فيما يخص العقوبات والمخالفات اللي اتعدلت، القانون قبل وبعد، مين هيدفع على القديم ومين على الجديد، وازاي تخلص بأقل خسارة ممكنة. بس خلي بالك في نقطة واحدة بس ممكن توفر عليك عشرات الآلاف. قانون التجنيد موجود من سنة 1980، لكن اللي حصل يوم 24 مارس 2026 غير اللعبة كلها. قانون جديد صدر وبدأ يتطبق من 25 مارس، ومن هنا بدأ الفرق الحقيقي. زمان الموضوع كان بسيط، عديت سن ال30 وما خلصتش بتدخل المحكمة وتدفع كام ألف والموضوع خلص. كان ساعتها المتوسط من 3000 ل 10000 جنيه، يعني كانت بتتلم. دلوقتي بقى مفيش هزار. القانون الجديد قال أقل حاجة 20,000 جنيه وممكن توصل لحد 100,000 جنيه، وده للأسف مش اختيار، ده نص قانون، وكمان مفيش نزول عن 20,000. بس تعالى بقى لأهم نقطة في حلقة النهاردة، مش كل الناس هتدفع الأرقام دي، في ناس لسه ممكن تخلص بالقانون القديم. امتى؟ لو وصلت لسن ال30 قبل 25 مارس 2026. يعني لو انت من مواليد قبل 25 مارس 1996 فانت غالبا على النظام القديم، لكن بعد التاريخ ده انت داخل في الجديد. وخلي بالك من نقطة قانونية مهمة جدا، في مبدأ اسمه القانون الأصلح للمتهم. يعني لو في قانون قديم أخف وقانون جديد أشد، المفروض اللي يتطبق القانون الأخف. بس ده مش بيحصل لوحده، لازم انت أو محاميك تطلب ده قدام المحكمة. دي نقطة ناس كتير بتخسرها وهي ممكن توفر ألافات. بس في نقطة تانية أخطر، كل ما الوقت بيعدي فرص التخفيف بتقل لأنك بتبقى متأخر أكتر ومفيش مبرر للتأخير. يعني ببساطة كل يوم بتتأخره وبيكلفك أكتر. طب تعمل إيه دلوقتي؟ تروح منطقة التجديد والتعبئة بتاعتك، معاك بطاقتك، شهادة ميلادك، فيش جنائي موجه لمنطقة التعبئة والتجنيد، أي ورق هيفيدك في الموضوع. وهنا بقى أهم نصيحة عايز أقولها لك، لو عندك أي عذر ما تخبيهوش، سفر، مرض، ظروف قهرية، هات كل حاجة تثبت ده، لأن الأعذار دي ممكن تكون سبب قوي جدا في التخفيف، وأوقات كتير بتفرق في الحكم بشكل واضح. القانون اتغير والتأخير بقى غالي جدا، بس لو فاهم موقفك صح ومتحرك بدري تقدر تقلل الخسارة بشكل كبير. لو مش متأكد من موقفك اكتب لي في التعليقات سنك وهل انت جوه مصر ولا بره، وهرد عليك حسب حالتك بالظبط. واعمل شير للفيديو ده، ممكن تنقذ حد من فرق 80,000 جنيه على الأقل. وحلقة النهاردة كانت بس عن العقوبات وفرقها بين القانون القديم والقانون الجديد. في التعديل برضو حصل فروقات كتيرة جدا في الإعفاءات، هنعمل لها حلقة مخصوص. وخليكم فاكرين اللي معاه الروشتة القانونية عمره ما يتعب.